القناة نزلت بقت بتجيب 1700 مشاهدة في اليوم الواحد، بينما القناة كانت في يوم من الأيام كانت بتجيب 473 ألف مشاهدة. يعني إحنا لو حسبناها بالورقة والقلم القناة دي نزلت 473%. ليه بقى؟ محمد يا علاء إحنا مشاهداتنا في الأرض، يا محمد يا علاء إحنا نفسنا مشاهداتنا تزداد، يا محمد يا علاء إحنا تعبنا من قلة المشاهدات. بصوا يا جماعة أنا مش ههري معاكم كتير، أنا هاقول لك على حاجة لو أنت بتعملها ببساطة شديدة توقّع تمامًا إن المشاهدات عندك هتنزل بنسبة 1000%، 1000%، مش 100% ولا 200%، 1000%. طيب، والحاجة اللي أنا هاقول لك عليها دي اللي أنتم بتعملوها بتؤدي إلى نقص في المشاهدات حاد جدًا عندكم، أنا شخصيًا عملتها وهاورّيك بالدليل على الكمبيوتر. لمّا الحاجة دي عملتها في القناة الأساسية بتاعتي، المشاهدات اتدمّرت. طيب، لو أنت ما تعرفش، أنا عندي قناة أساسية فيها، تعالَ كده على شاشة الكمبيوتر عايز أورّيك حاجة بسيطة، دي القناة الأساسية بتاعتي زي ما أنت ما شايف فيها 87,800 مشترك، قولوا 800. لو جينا دلوقتي في استوديو منشئين المحتوى ودخلنا على كلمة نظرة عامة ودخلت على المشاهدات في آخر 28 يوم، أوبا! ده أنا شايف إن الجراف كان عالي، 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 إيه ده بدأ ينزل لحد ما جه الأرض. إيه ده يا محمد علاء؟ المشاهدات عندك نزلت مليون في المية. انت بص الجراف كان فين وبقى فين. لو جينا لاخر 90 يوم بص الجراف كان فين وبقى فين. بصوا كده، شايف الجراف في اليوم ده كان فين وهنا بقى فين. هو ايه اللي عملته خلى الرينك بتاع القناه يتدمر بالطريقه دي. لو جينا في اخر 7 ايام عشان تفهم انا عايز اقول ايه، القناه نزلت بقت بتجيب 1700 مشاهده في اليوم الواحد، بينما القناه كانت في يوم من الايام كانت بتجيب 473 ألف مشاهدة. يعني إحنا لو حسبناها بالورقة والقلم القناة دي نزلت 473%. ليه بقى؟ عشان ما استمرتش في تنزيل المحتوى. آه، ركز معايا. تعالَ كده نيجي على القناة الصغننة اللي أنا باكلمك منها دلوقتي، وتعالَ كده نخش على استوديو منشئين المحتوى ونقول بس ما شاء الله عشان هي مش ناقصة والله، الواحد اللي هو والله العظيم الواحد يا جماعة طلعان عينه بجد. في زيادة في المشاهدات، يعني بُص كانت فين وبُص وصلت لفين، شايف الارتفاع؟ لو جيت في آخر 90 يوم ركّز معايا، ركّز معايا، بُص كانت فين وبُص طلعت بقت فين. هو يا محمد السر إيه؟ السر إني فضلت مستمر في تنزيل المحتوى في القناة دي. طيب لو جيت في آخر 7 أيام، أنت فاكر ال7 أيام في القناة التانية كانوا عاملين إزاي؟ بُص هنا عالية إزاي. طب إيه يا محمد في إيه ما تقول لنا؟ بسبب إن أنا مستمر في تنزيل المحتوى. اللي أنا عايز أوصّله لك من التجربة اللي أنت شُفتها دلوقتي دي، إن يوتيوب بيدعم القنوات اللي بتستمر في تنزيل المحتوى. يوتيوب بيدعمها ماديًا، بيدعمها معنويًا، بيدعمها نفسيًا، بيدعمها مشاهدات واشتراكات وكل حاجة، تمام؟ وطبعًا دعم معنوي ونفسي إن يوتيوب يخلّي قناتك تزداد في المشتركين والاشتراكات. يا محمد يا علاء أنت عايز توصّل لنا إيه؟ اللي أنا عايز أوصّله لك إن طالما أنت مستمر في تنزيل المحتوى بشكل يومي، هتلاقي زيادة في المشاهدات، زيادة في الأرباح، زيادة في المشتركين. لكن لو بتنزّل فيديو كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، ما تقوليش أنا ما عنديش مشاهدات ليه؟ تمام، أنت مش مستر بيست حضرتك، مش عندك 400 مليون مشاهدة، مش عندك سوري 400 مليون مشترك، تمام، إحنا قنواتنا صغيرة، اعتبر نفسك إن أنت فاتح دُكّانة، ينفع تفتح دُكّانة تحط فيها كل أسبوعين كيس شيبسي؟ كده أنت هتتاجر فيها؟ أكيد طبعًا لأ، لكن لمّا يكون الدُكّانة دي يوميًا بيخشها كرتونتين 3، كرتونتين 3، كرتونتين على آخر الشهر هتلاقي نفس عندك سوبر ماركت كبير. كذلك الأمر في القنوات، القنوات يا جماعة لازم لها يوميًا تنزّل فيديوهات، لازم يوميًا. طب تقول لي يا محمد يا علاء طب أنا واحد مثلًا من الناس تنزيل الفيديو عندي صعب جدًا، لإن أنا مثلًا محتوايا مثلًا فيه مونتاج تقيل، يا عم نزّل فيديو كل 3، 4 أيام مرّة، بس طبعًا بحكم إن أنت مونتاج فيديوهاتك صعب أو فيديوهاتك قصص مثلًا وحاجة كده بتاخد مونتاج عالمي. لكن أنا من وجهة نظري حتّة تنزّل كل أسبوع أو أسبوعين مرّة، خلاص الموضوع ده مش بينفع اليومين دول. يوتيوب دلوقتي بيدعم القنوات اللي بتستمر، تمام، طالما أنت مستمر في تنزيل المحتوى يوتيوب من فيديو من الفيديوهات اللي أنت نزّلتها ده هيضرب مرّة واحدة مشاهدات. طب ضرب يعني هنفرض إنه ضرب مشاهدات، أنا هاستفاد إيه؟ هتستفاد إيه؟ كل فيديو أنت رفعته في القناة مشاهداته هتترفع، عشان فيديو واحد بس جاب مشاهدات، طبعًا بعد فضل الله وتوفيق ربنا.
فعايزك تصلي على النبي وتذكر ربنا. حته انك تستمر في تنزيل المحتوى ده مش موضوع اختياري، مش يا لا، انت لازم تستمر. فالاستمراريه هي اكتر حاجه بتدعمك بعد فضل الله. سلام عليكم، باي باي. وفي زرار كده اسمه سبسكرايب تحت الفيديو، جرب كده تدوس عليه. سلام عليكم.